للنقاش يا جماعة، يا ريت كل واحد يكتب لنا رأيه في التعليقات. بنت كانت مخطوبة ومشبوكة، وقبل الفرح العريس توفاه الله. فهنا أهل العريس طالبين الشبكة بتاعتهم، والبنت وأهلها رافضين يرجعوا الشبكة لأهل العريس. البنت بتقول إن أهل العريس كانوا دايما بيزورونا، والعريس طبعا، وكنا بنعمل أكل وبنكلف وصرفنا كتير جدا، فهم حاطين في دماغهم إن هم ياخدوا الشبكة قصاد الأكل وقصاد الواجب اللي كانوا بيعملوه للعريس وأهله. رأيكم إيه في التعليقات؟ الشبكة من حق أهل العريس إن هم ياخدوها، خصوصا إن ما حصلش دخلة ولا كتب كتاب، ولا الشبكة هنا من حق العروسة وأهلها؟ نشوف مع بعض في التعليقات. للنقاش يا جماعة، يا ريت كل واحد يكتب لنا رأيه في التعليقات. بنت كانت مخطوبة ومشبوكة، وقبل الفرح العريس توفاه الله. فهنا أهل العريس طالبين الشبكة بتاعتهم، والبنت وأهلها رافضين يرجعوا الشبكة لأهل العريس. البنت بتقول إن أهل العريس كانوا دايما بيزورونا، والعريس طبعا، وكنا بنعمل أكل وبنكلف وصرفنا كتير جدا، فهم حاطين في دماغهم إن هم ياخدوا الشبكة قصاد الأكل وقصاد الواجب اللي كانوا بيعملوه للعريس وأهله. رأيكم إيه في التعليقات؟ الشبكة من حق أهل العريس إن هم ياخدوها، خصوصا إن ما حصلش دخلة ولا كتب كتاب، ولا الشبكة هنا من حق العروسة وأهلها؟ نشوف مع بعض في التعليقات. للنقاش يا جماعة، يا ريت كل واحد يكتب لنا رأيه في التعليقات. بنت كانت مخطوبة ومشبوكة، وقبل الفرح العريس توفاه الله. فهنا أهل العريس طالبين الشبكة بتاعتهم، والبنت وأهلها رافضين يرجعوا الشبكة لأهل العريس. البنت بتقول إن أهل العريس كانوا دايما بيزورونا، والعريس طبعا، وكنا بنعمل أكل وبنكلف وصرفنا كتير جدا، فهم حاطين في دماغهم إن هم ياخدوا الشبكة قصاد الأكل وقصاد الواجب اللي كانوا بيعملوه للعريس وأهله. رأيكم إيه في التعليقات؟ الشبكة من حق أهل العريس إن هم ياخدوها، خصوصا إن ما حصلش دخلة ولا كتب كتاب، ولا الشبكة هنا من حق العروسة وأهلها؟ نشوف مع بعض في التعليقات.